فيلم الفار الطباخ ممكن يبان انه فيلم بريء بيخلي الناس تجوع للاكلات الفرنسية المعقدة، ولكن الحقيقة انه اعمق واغمق من كده بكتير. الشيف جوستو ساب وراه سمعة كبيرة، بس ايجو الناقد الغذائي الشهير شبهه بشخصية شيف بياردي اللي على علب المكرونة. وده تشبيه جارح جدا، خصوصا لما يبقى الكلام عن حد لسه متوفي. الغريب ان ده ممكن ما يكونش اسوأ حاجة عملها ايجو بخصوص جوستو. فحسب نظرية معجبين غريبة، في احتمال كبير إن موت الشيف ما كانش طبيعي زي ما بيكسار قالت في الفيلم، وإن إيجو ممكن يكون ليه دخل مباشر في موته. العالم في الفيلم صدق إن جوستو مات بأزمة قلبية، بس بعض المشاهدين شايفين إنه ممكن يكون اتقتل بفعل فاعل مش بسبب صحته. ولو ده صحيح يبقى في شخصية شريرة جدا وسط الشخصيات دي، والشخصية دي عدت على المشاهدين من غير ما ياخدوا بالهم، وكمان الشرطة ما اكتشفتش أي حاجة حرفيا. فقبل ما نغوص في التفاصيل أكتر، ما تنساش بقى لو أنت أول مرة على القناة تعمل سبسكرايب شير لايك كومنت، ويلا بينا نكمل. دلوقتي بقى لو أنت مش فاكر تفاصيل الفيلم كويس، خلينا أفكرك بسرعة. الشيف جوستو كان طباخ موهوب جدا، معروف بالمطعم بتاعه اللي واخد 5 نجوم، وبالكتاب بتاعه المشهور أي حد يقدر يطبخ. جوستو كان نجم كبير في عالم الطبخ في عالم بيكسار، لحد ما قابل ايجو الناقد اللي لسانه حاد جدا، كتب اول نقد سلبي لمطعم جوستو، وده كان سبب في ان المطعم يخسر نجمة من ال5 نجوم ويبقى في النهاية 4 فقط. الخسارة دي أثرت جامد جدا على جوستو، وطبقا للي اتقال في الفيلم هو مات بسبب أزمة قلبية بسبب النقد ده. بس الغريب في الموضوع، هل فعلا نقد واحد ممكن يقتل راجل ناجح زي جوستو؟ ناس كتير شايفين ان الموضوع فيه شبه جريمة، وده في النهاية مش مجرد زعل فقط. ففكرة إن الحزن يسبب أزمة قلبية ممكنة، بس مش بالشكل ده. يعني دي مش كانت قصة درامية زي أي قصة تقيلة ممكن تتقدم معانا في الأفلام اللي الواحد ممكن يقول فيها إن الزعل كسر القلب فعلا. ولكن هنا جوستو كان يقدر يرجع ويكمل حياته عادي جدا، وده اللي بيخلي الموضوع مش منطقي، بيخلي ناس كتير يشكوا إن في قوة تانية كانت ورا اللي حصل ده كله. وهنا بقى صدق أو لا تصدق، القوة دي ممكن تكون هي نفسها الناقد اللي تسبب في خسارة جوستو للنجمة بتاعت مطعمه من الأول. بالظبط كده، النظرية بتقول إن إيجو هو اللي قتل جوستو، وإنه عملها بطريقة محدش يقدر يربطه بيها، وخلى كمان الموضوع يبان كأنه موت طبيعي بسبب الصحة أو الحزن. دلوقتي ممكن تسأل، هو ناقد معروف زي ايجو ممكن يكون عنده دافع يقتل شيف زي جوستو؟ وهنا بقى المفاجأة الكبيرة، الفيلم نفسه لمح بالدافع بتاعه لما وضح طبيعة العلاقة بينه وما بين جوستو. واضح ان الموضوع كله كان خلاف في وجهات النظر. زي ما اتقال قبل كده، جوستو كان معروف بالمطعم بتاعه وبالكتاب اللي كتبه اي حد يقدر يطبخ، وده كان عن اقتناع حقيقي عنده. هو كان مؤمن ان مفيش حد محتاج خلفية فخمة او تعليم معين علشان خاطر في النهاية يقدر يطبخ اكل عظيم، وان الطبخ موهبة ممكن تكون عند اي شخص عادي. بس ده ما كانش رأي ايجو خالص، وده هو سبب الخلاف الكبير اللي حصل ما بينهم في النهاية. ايجو كان ضد فكرة ان اي حد او اي شخص ممكن في النهاية يطبخ، وكان واضح انه مش بيقبل بسهولة دخول ناس جداد لعالم الطبخ، خصوصا لو شايفهم مش موهوبين. فهنا بقى لما شاف شيف كبير وناجح زي جوستو يطلع يقول للعالم كله ان اي حد ممكن يقدر يطبخ، طبيعي جدا ان ايجو يتضايق ويحس ان ده ممكن يهدد شغله وسمعته كناقد وقتها. بس هنا بقى حتى لو ده مش اقوى دافع عند ايجو ان يقتل جوستو، فاحنا عمرنا ما نعرف الواحد ممكن يعمل ايه علشان خاطر يحافظ على شغله وكمان سمعته. المثير بقى في الموضوع ان في سبب تاني ممكن يخلي ايجو عاوز يتخلص فعلا من جوستو، وده مرتبط بنظرية تانية مشهورة وسط جمهور فيلم الفار الطباخ. بدل ما يكون بس خلاف في الرأي حوالين فكرة ان اي حد يقدر يطبخ، في ناس شايفين ان ايجو اكتشف ان جوستو كان نصاب اصلا، وده خلاه يقرر يتخلص منه. زي ما بيقولوا التفاحة ما بتقعش بعيد عن الشجرة، وده واضح في حالة الشيف وابنه لينجويني. في نظرية مشهورة بتقول ان جوستو زي لينجويني بالظبط كان بيتحكم فيه فار تحت الطاقية بتاعته. ممكن تبان فكرة مجنونة جدا، بس الفيلم نفسه فيه شوية أدلة بتدعم النظرية دي فعلا. ولو ده طلع حقيقي يبقى جوستو كان بيضحك على العالم بالكامل. وقبل ما نكمل خليني أقول لك إن الفيديو بتاع النظرية دي موجودة هنا على القناة، وإن فعلا جوستو كان مخبي فار تحت القبعة بتاعته.
فالمهم نرجع مرة تانية للفيديو بتاعنا. لو جوستو فعلا كان بيضحك على العالم كله فيبقى دي اكيد حاجة ناقد غلس ومتشدد زي ايجو ما كانش هيسيبها تعدي بسهولة، وممكن فعلا يكون راح لدرجة القتل علشان خاطر يدفن السر ده. في الفيلم في لحظتين مهمين بيدعموا النظرية دي. أول لحظة معانا في أول الفيلم خالص لما بيعرضوا مجلات عليها صور جوستو، واحدة منهم كان باين فيها كأنه مخبي حاجة تحت الطاقية بتاعته، والحاجة دي شبه فعلا الفار. وتاني حاجة لما حاولوا ياخدوا عينة الدي ان ايه من شعر جوستو بعد موته، وده علشان خاطر يقارنوها بلينجويني، الشعر اللي لقوه في الطاقية بتاعته طلع شعر فار مش شعر بني ادمين. يعني ببساطة جوستو كان فعلا عنده فار في الطاقية بتاعته، ولو ده حقيقي يبقى هو ما كانش شيف حقيقي، وده بقى بالنسبة لإيجو جريمة ما تتغفرش. وساعتها سواء علشان خاطر الخلاف في المبادئ او حتى علشان خاطر الفضيحة الكبيرة دي، ايجو ممكن يكون فعلا قرر يخلص عليه. اللي فاضل نعرفه دلوقتي هو ازاي قدر يخلي موت جوستو يبان كأنه حادثة او وفاة طبيعية. ففي الفيلم بتاع الفار الطباخ العالم كله صدق ان جوستو مات بأزمة قلبية بعد ما المطعم بتاعه خسر نجمة، وعلشان خاطر ايجو ينجح في الخطة دي لازم يكون فكر كويس في الطريقة اللي يبين بيها للعالم كله ان جوستو مات بأزمة قلبية طبيعية. فكان لازم يظبط التوقيت مع نشر المراجعة السلبية بتاعته، بما انه ناقد اكل اكيد يعني كان سهل عليه يرتب ميعاد مع جوستو في المطعم تحت حجة انه بيحضر مراجعة، وده سهل عليه انه يقرب منه كفاية علشان خاطر في النهاية يقتله. والطريقة اللي ممكن يكون استخدمها هي نوع من السم البطيء اللي يقدر يحطه في الاكل وهو عارف ان جوستو مش هيقدر يقاوم انه يدوق اكله بنفسه. ودلوقتي احنا طبعا مش في مسلسل تحقيق فمش هنقدر نحدد نوع السم او نقول مثلا هو حطه ازاي، ولكن ايا كان هو ايه لازم يكون بيأثر على القلب علشان خاطر الطبيب الشرعي يشخص الحالة انها فعلا في النهاية أزمة قلبية. وبما ان هنا توقيت الوفاة جه بعد ما المطعم نزل منه نجمة، فالناس صدقت ان ده كان بسبب حزنه فعلا وساب الموضوع يعدي من غير اي تحقيق، وساعتها ايجو خرج من الموضوع زي الشعرة من العجينة. على حسب النظرية دي طبعا اللي يخلي النظرية دي اغرب هو ان فعلا ايجو قتل جوستو، في احتمال انه ندم جامد في الاخر خصوصا بعد ما ابن جوستو بنفسه اثبت انه كان غلطان. الاحساس بالذنب ده ممكن يكون كسر ايجو من جواه وخلاه يساعد ابن جوستو ويدعمه ويفتح ليه مطعم جديد كمان. اكيد يعني فاكر نهايه الفيلم كانت عامله ازاي لما ايجو ده الاكله بتاعت خلطبيطه بالصلصه اللي عملها ريمي واكتشف انه استمتع باكل معمول بايد فار. في اللحظه دي كلام جوستو القديم رجع يدو في دماغه مرة تانية، أي حد فعلا في النهاية يقدر يطبخ. وساعتها ايجو ممكن يكون اتغلب عليه تأنيب الضمير وقرر ان هو يغير نظرته تماما عن عالم الطبخ. فالفيلم في النهاية بيورينا ان ايجو كتب مراجعة ايجابية جدا عن الاكلة، وحتى كمان شكر فيها ريمي، وبسبب انه مدح اكلة عملها فار خسر شغله كناقد. وده كان متوقع لكنه كان مستعد يخسر كل حاجة علشان خاطر يثبت ان جوستو كان على حق. بس مجرد اعترافه بغلطة ما كانش كفاية، علشان كده الفيلم بينتهي بريمي بيشرح ان ايجو استثمر في مشروع ريمي وكمان لينجويني وساعدهم كمان يفتحوا مطعم صغير في المدينة، ورغم انه صغير بس سمعته كانت كبيرة والناس واقفة طوابير عليه من اول اليوم لحد اخره. يعني لو النظرية دي حقيقية يبقى الشخص اللي قتل ابو لينجويني الشيف جوستو هو نفسه اللي ساعد ابنه والفار يحققوا حلمهم، وكل ده بسبب تأنيب الضمير. وكالعادة بقى في النهاية هستنى رأيك، هل ايجو قتل جوستو بسبب الخلاف الكبير بينهم عن معنى الطبخ الحقيقي، ولا فعلا الشيف مات من كسرة قلبه زي ما الفيلم بيقول؟ استنى رايك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا واول مرة تدخل على القناة ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيدعمني ويساعد، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.